سنة 1467 مصر اتبلت بلوى طين بواحد سلطان اسمه الظاهر بلباي. ده كان فعلا من البلاوي اللي جت علينا. واحد سلطان مملوكي كعادة ايام المماليك، يعني كله بيقتل في بعضه، برجية وبحرية وليلة طين كده. جه بعد سلطان اخر اسمه خشقدم، تمام. والراجل ده كان رزل وبايخ، ويعني حسب كلام ابن اياس قال لك ايه، قبيح الفعل والشكل، وكان ودني، بيسمع كلام الدويدار بتاعه اللي هو زي رئيس الوزراء السكند مان يعني. ده كان راجل معفن رخر اسمه خير بيك. وكان بقى التاني ده ودني ويقعد يسمع كلام خير بيك. فاول حاجه اشار عليه بيها قال له بص يا ريس، انت الناس بتوع الراجل اللي قبليك خشقدم دول انت تزحلقهم باي شكل من الاشكال، ما تضمنش والله هيعملوا فيك ايه. فعنها وراح طبعا لمم عيلته بعياله بكل المماليك بتوعه ورماهم في سجن كده في اسكندريه. تاني هام يا صديقي جه قال له بص، عشان تضمن بقى ولاء العساكر بتوعك انت تغرف يا ريس من خزانة الدولة ووزع على العساكر كلها، من الضابط بقى للعسكري اللي بتاع، كيف الناس دي على الاخر هيعموك لغاية اخر العمر، تمام. وعنها وطبعا ابتدى يغرف من الخزاين ويوزع على الناس، ويغرف ويوزع على الناس. انما في ذاك الوقت ودول كلهم مماليك مرتزقة اولاد هبزة يعني، بيشبعوش. فطبعا كل ما يغرف ويدي كل ما يبقوا عايزين اكتر، كل ما يغرف ويدي كل ما يبقوا عايزين اكتر. فوزع كل الفلوس على العساكر والضباط بتوعه. المهم في نهاية الامر طبعا الشعب المصري اللذيذ ابو دم خفيف مش هيسيب المسألة تعدي كده. كان يقول لك بقى ان بلباي ده كل ما حد يجي يسأله او يستشيره في حاجة يبص كده بسنتحة وتناحة ويقول له ايه، قول له، على اساس يقول لخير بيه يعني. فطبعا بقى اسمه عظمة السلطان بلباي قول له. ومع تطور الزمن وتطور الشعب المصري اللذيذ مع النكتة وبتاع، بقى الراجل اسمه عظمة السلطان بلباي قله.